بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولادي ويا إخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنسمي الله وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا يا بنات، اليومين دول بيجيلنا ناس وكده عشان فرع علي ربنا يتم عليه بخير. فكل شوية كده الواحد عايز يعمل ايه. بصراحة كنت هعمل قرص، اللي هي القرص الفلاحي دي. بحبهم في البيت دايما. حد يجيلك تحط مع شاي كده، بتقدم مع الشاي بتبقى جميلة. فكان عندي شوية شغل كده في البيت. فبصراحة قلت لا، انا اعمل بقى كيكية وبعدين اعمل بقية شغل البيت واعملهم ايه بقى القرص. وقت يكون عندي ايه يعني وقت فراغ شوية. عايزين بقى تعملوا قرص جميلة وهشة وجميلة قوي قوي وخفيفة يا بنات. اتبعوا بقى ايه الخطوات بتاع الكيكة دي. ماشي. كيكة هشة وجميلة قوي وتعملوها بسم الله ما شاء الله. البنات اللي مبتدئة وهتمشي بالمكون بالظبط، هتعمل ايه كيكة هشة قوي وكيكة طرية واسفنجية وطرية وخفيفة وحلو. هنا معانا حطيت طبعا 4 حبات من البيض، ونص كوباية سكر، ومعلقتين جوز الهند يا بنات. وهنا دي زبدة بلدي فلاحي يعني، او اي زبدة عندكم، بس تكون باردة تكون دافية، بدرجة حرارة المطبخ يعني طالعة من التلاجة من بدري. هنا حطيت 3 معالق زبدة، وهحط يعني شوية زيت برضو بتاع ربع معلقة، ربع كوباية كده، يعني ربع كوباية زيت او بتاع 4 معالق زيت كده. كده يعني المقدار كله هيبقى نص كوباية او اقل من نص كوباية شوية. المادة الدهنية كل ما تبقى قليلة في الكيكة، كل الكيكة ما تطلع معاكم بالشكل اللي انت شفتوه في اول الفيديو ده. وضروري ضروري عصرة الليمونة دي يا بنات. العصرة الليمونة ضروري. الليمونة طبعا، الليمون انا رجعت عصرت كمان ليمونة، لان الليمون الايام دي ناشف كده شوية يعني. حطينا برضو الزبادي، نص كوب زبادي، نص كوب سكر، هنقول نص كوب زبدة مع زيت. هنحط فانيليا. لو فانيليا سايلة يا بنات في الكيكة احلى. يعني انا لسه هجيب بقى، انا لسه جايه طبعا من السفر قريب. انا جايه يوم العيد، يعني انا جايه من السفر يوم العيد. هنا عيدنا هناك يوم الاثنين وجانا هنا التلات. آه، هنا ضربنا الخليط دي يا بنات، لازم نضربه كويس جدا ونكشف الغطا. بعد ما نشغل الخلاط نكشف الغطا عشان يدخل له هواء، ونقعد نضرب ما يقلش عن 3 دقايق. هنا بقى كوبايتين بالكوبايه العاديه بتاع الميه العاديه ممسحون كده دقيق. خلاص يا بنات. المكون مظبوط جدا، طالع مظبوط، الكيكه طالعه في منتهى الجمال. معانا باكو الكيك شيف او باكو بيكنج باودر، بيعادل معلقه هرميه ملانه. هو بيعادل كده يعني معلقه بتاعه طعام هرميه ملانه. وهنا رشه الملح ما ننساهاش. وكده بقى المكون الناشف ده هنقلبه كده مع بعضه يا بنات. الكيكه دي هي سهله جدا جدا، وفي ناس كتير ما بتنجحش معاها. لو اتبعتوا الخطوات بالظبط يا بنات هتطلع احلى ما انا عاملاها على فكره معاكم ان شاء الله. المقدار اللي انا حطيته مظبوط جدا جدا، لا حطيت حاجه زياده ولا نقصت حاجه يا بنات. خلاص هتعملوا بنفس المقدار. طالعه الكيكه السمك بتاعها جميل جدا. بنضرب المكون في الخلاط حلو قوي، وفي التقليب ما بنكترش تقليب يا بنات. بندخل كل حاجه في بعضها وخلاص، وما نكترش تقليب. كده انا دهنه الصينيه بقى بتاعتي سمنه بلدي، وممكن تدهنوها زبده. وشايفين الخليط خفيف وحلو ازاي. وهنيجي بقى، الله اكبر الله اكبر، عزتي والدوام لله رب العالمين. المغرب بيأذن يا بنات. يلا مش مشكله، اسمعوا الاذان مع صوتي بقى. كده انا دهنه الصينيه سمنه ومبطناها بدقيق يا بنات. وهنفرد الكيكه كويس وفرننا والع. الله اكبر الله أكبر. الفرن والع قبل ما نحطها ب5 دقايق او 7 دقايق. وهنحطها على الشبكة في النص على 180. قعدت قد ايه معايا يا بنات؟ قعدت تلت ساعة. خلاص.
قعدت تلت ساعة يا بنات، وما ولعتلهاش من فوق على فكرة، ما ولعتش من فوق، بس بسم الله ما شاء الله اتفاجئت بفتح الفرن بعد تلت ساعة لقيتها بالشكل ده. لان انا فرني حامي، يعني انا فرني النوع بتاع الفرن بتاعي نوع بوتاجازي فرن حامي. فانا كنت ظابطاه بصراحة على 180 وحطها على الشبكة في النص، فجت ابص لقيتها ما شاء الله خدت اللون كله زي بعضه من فوق ومن تحت. هنا بقى معايا بسكوت اللي هو اللودس ده، او بسكوت شوكولاتة يا بنات، او اي بسكوت عندكم تزينوها بهم. هنحط بقى اي نوع مربى. ده فراولة، عندكم مش عندكم برتقان، اي نوع فراولة، دي فراولة اهي، اي نوع قصدي مربى. هنحط كده معلقة او اتنين عليها. انا المربى هي سكرها مظبوط، الكيكة نص كوباية سكر، انا ما بنحبش الحاجة معسلة زيادة عن اللازم يا جماعة، انا بنحب الحاجة سكرها هادي جدا. احنا كده، طب يعني انا عودت عيالي على كده. إيه، انا حطيت المربى عارفين ليه؟ عشان احط عليها البسكوت ده وازينها بيه. المربى هتخلي البسكوت يمسك عليه. وممكن نحط معلقتين عسل برضو، هيدوا نفس النتيجة برضو. فانتوا اعملوها زي ما عملتها كده، والف هنا والشفا. تبقى حاجة في البيت، يعني هي حاجة تبقى حاجة بسيطة، هي ما خدتش مني دقايق، بس ان تطلعي لعيالك طبق، جالك حد طلعت خرطتين مع الشاي على ما نعمل القرص ان شاء الله. القرص الفلاحي ده انا بحبها في البيت برضو على طول. هعملها لكم ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله تلقاها القرص، اذا ما عملتش حاجه يعني غيرها يعني. ايوه يا عودة. هنا بقى البسكوت ده، انتوا عارفين البسكوت اللودس ده بيبقى مسكر وبيبقى طعمه حلو قوي. وبسكوت الشوكولاته ينفع، بسكوت ساده، اي بسكوت ينفع. المهم احنا نزينها. مرضتش هحط مكسرة، ممكن شوية مكسرات بس. العيال يعني ممكن يميلوا للبسكوت اكتر من المكسرات بصراحة يعني. وكل ده يا بنات اهم حاجة ان الكيكة تطلع كويس. بقول لكم يا بنات، القناة دي بتاعتكم، قناة تاتا امال، مطبخ تاتا امال، دي بتاع متابعيني، وجزاك الله خير، وكل اللي دخل جديد جزاه الله خير. اللي تخلي من عند الأستاذة ريري، واللي تخلي من عند الأخت حلمية، وكل اللي بدخلي على عيني وعلى راسي. أهم حاجة المتابعة يا جماعة، تابعوا الفيديوهات وحطوا لنا لايكات كده وشيروا لنا الفيديوهات دي اللي أنا عايزاه منكم بس. والقناة دي بتاعتكم والله، القناة بتاعتكم بتاع متابعيني، كل اللي تخلي وحبني في الله أنا بحبه في الله. وجزاك الله خير، وكل عام وانتم بخير. وطبعا بدعي تاني اللي قريب مني يا جماعة يجي يحضر فرح علوشة ابني، و... واقول لكم عقبال عندكم جميعا يا رب. كل اللي ما اتجوزش من الشباب ربنا يرزقه بالزوجة الصالحة، واللي ما اتجوزش بالبنات ربنا يرزقها الزوج الصالح. وبحبكم في الله، والسلام عليكم.